ازيكم؟ النهارده معانا موبايل جديد ومن شركة جديدة، مش شركة موجودة بس في مصر، دي كمان هي جديدة في الأسواق العالمية. كانت مشهورة دايما وما زالت مشهورة بالإكسسوارات بتاعتها بتاعة الهواتف الذكية، زي مثلا الساعات والسماعات بالذات. وأنا منها الصراحة عندي سماعة شخصية من الشركة دي، والصراحة شغالة بشكل ممتاز جدا وبشكل بيرفكت كمان. حتى كمان الأداء بتاع السماعة بتاعتها ما اتغيرش لغاية دلوقتي ولسه زي ما هو ثابت ومستقر. وأنا عملت عليها قبل كده مراجعة وهاسيب لكم المراجعة بتاعتها في الديسكريبشن بتاعي. والنهارده معانا موبايل جديد لأنها هي نزلت بلوكشة كده من الموبايلات موجودة في السوق المصري، بتيجي بالفئة الاقتصادية، ولكن لغاية دلوقتي هي بتقدم قيمة ممتازة جدا في الفئة الاقتصادية بتاعتها. بس قبل ما نبدأ ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا الفيديو أنا أول بأول. أنا معرفش أنا قلت إيه، بس يلا بينا نبدأ. الشركة اللي أنا باتكلم عليها دي وهي الأيتل، ومعانا الموبايل بتاعها وهو الأيتل B55 بلس. في موبايل الأيتل B55 العادي، ولكن النهارده أنا هتكلم عن البلس. وأول حاجة هتكلم عليها وهو الديزاين. الديزاين هو جاي كله من البلاستيك، حتى كمان الإطار بتاعه من البلاستيك، ولكن الماسكة بتاعته بريميوم جدا وفخمة جدا، ودي حاجة جميلة جدا إن هي تكون موجودة في موبايل في الفئة الاقتصادية. ولما أقول لك الموبايل في الفئة الاقتصادية ده معناته إن هو أقل من ال 8000 وال 7000 جنيه كمان. ده غير كمان إن الموبايل أصلا بيجي باللون الأسود والبيربل واللون الأخضر، واللون الأخضر هو أحلى لون فيه، وبتحس من الملمس بتاعه إن أنت ماسك لون ملمس الجلد، ودي حاجة جميلة جدا إن يكون في موبايل زي ده وبالسعر ده أنت تحس إن الملمس بتاعه باللون بالملمس الجلد. مش عارف هي ليه جاي معايا اللون. شكل الكاميرات كويس طبعا، الحواف دي بقت موجودة في كل حتة وبقت الترند حاليا. طبعا أنت هيبقى معاك جراب طبعا موجود، مع كمان الشاحن الموجود في العلبة اللي هو 45 واط، وكل حاجة هتبقى موجودة في العلبة، فهتقدر إن أنت تغطي الحواف دي كلها. الشاشة اللي موجودة هنا هي شاشة 6.6 بوصة، بتيجي IPS LCD 720 اللي هي HD بلس، وبتيجي كمان ب 90 هرتز. الشاشة بتيجي ب 1612 في 720 بكثافة بكسلات 267 بكسل لكل بوصة، وده رقم طبعا هو مش أحلى حاجة خالص، ولكن هي هتقضي الغرض معاك بشكل كويس. الشاشة ألوانها كويسة جدا وجميلة إلى حد ما، أو في كمان المقارنة بتاعتها في الفئة الاقتصادية فممكن نقول هي من أفضل الشاشات اللي موجودة في الفئة الاقتصادية. لما نيجي نقارن لازم نقارن بالفئة الاقتصادية، مش نقارن أعلى من كده. طبعا لو احنا هنيجي نقارن أعلى من كده فطبعا الشاشة دي ملهاش أي لازمة، ولكن احنا بنتكلم على الفئة الاقتصادية. ده غير كمان إن هنا الموبايل ده بيقدم حاجة كويسة جدا فيه، وهي الدايناميك ايلاند، وهي الإشعارات اللي بتطلع ما بين الهول بانش اللي موجودة وهي الكاميرا زي اللي موجودة في الآيفون بالظبط، وهنا شغالة بشكل كويس جدا والانيميشن بتاعها لطيف وما بيعلقش. الموبايل بيجي بسوفت وير اندرويد 13 والسوفت وير بتاع ايتل. السوفت وير بتاع ايتل ده الصراحة هو سوفت وير خفيف جدا، ما فيهوش أي بجات، ما فيهوش أي تعليقات ولا أي تهنيجات. في الاستخدام البسيط هتلاقي ان السكرول بتاعك سلس وبسيط، ومع كمان 90 هرتز فهيبقى شغال معاك بشكل ممتاز بدون اي مشاكل. ده غير كمان ان السوفت وير فيه بعض المميزات اللي زي مثلا نسخ البرامج، زي ما انت ممكن تحط اكتر من برنامج هو بانك تنسخه مرتين، وعندك كمان وضع الالعاب اللي هو التركيز بتاع الالعاب اللي هو الماستر بوست، وعندك كمان هنا خاصيه دمج الذاكره. يعني انت دلوقتي عندك الموبايل ده بيجي بنسخه 256 جيجا و8 جيجا رام، تقدر كمان تزود 8 جيجا رام من الذاكره الداخليه علشان يبقى التوتال بتاعك كله 16 جيجا رام. وطبعا انت عندك ذاكره داخليه 256 جيجا، فطبعا الرقم كبير اصلا، تقدر ان انت تزود 8 جيجا رام عادي. تعالى بقى اكلمك عن المعالج بتاع الموبايل، وهو اليونيسيك تي 606 ب 12 نانومتر مع المعالج الرسومي المالي جي 57. بص الموبايل زي ما انا ما قلت لك الاستخدام بتاعه سهل وبسيط، في الاستخدام اليومي مش هتحس ان فيه اي مشكله، ولكن في الالعاب المفروض بالورقه والقلم وعلميا ان الموبايل ده هيقدم معاك في الالعاب حاجه مش
احلى حاجه انت ممكن تكون موجوده. ولكن الموبايل ده في حاجه غريبه هو بيعملها. المفروض الموبايل ده لما تيجي تلعب عليه فتره طويله او لما تيجي تشحنه المفروض الموبايل ده هيسخن معاك. ولما تعالى نيجي نقول هيسخن، تعالى نقول مثلا هيسخن برقم معين، يعني المفروض هيسخن 30 درجه. الموبايل ده بشكل او باخر بيقلل من نسبه السخونه اللي بتبقى موجوده في الموبايل بنسبه 35% في اي حاجه من الحالتين دول، سواء بتلعب او حتى كمان بتشحن الموبايل. فبالتالي الموبايل هيقدر ان هو يحافظ على الفريمات اللي موجوده معاك في الالعاب بشكل مستقر لاطول فتره ممكنه. يعني انت لما تيجي تلعب هتلاقي ان الفريمات معاك مستقره، سواء عندك فايتات او انت بتلعب عادي هتلاقي ان انت عندك هنا الفريمات مستقره. وهي كمان عامه كتجربه سلسه، بيقدم فوق ال 30 فريم او 30 فريم بالظبط، لكن مش بيقل اكتر من كده. فالموبايل بيقدم لك تجربه العاب مقبوله جدا ومحترمه جدا وبدون لاج. دي الاهم اللي موجوده في الموبايل. افضل حاجه ان انت تلعب بفريمات حتى لو قليله، بس اهم حاجه ان هي تكون ثابته ما بتتغيرش. ودي افضل حاجه موجوده واللي انا مستغربها في الموبايل. يعني انا ما عنديش اصلا تفسير ليها، بس هي موجوده فعلا. ده غير ان الموبايل اصلا بيشحن نص ساعه لغايه 65% من الموبايل. يعني هو لو 0% بيوصل لغايه 60 ولا 65 في نص ساعه بس. ده غير كمان ان هو في منفذ سماعات 3.5 مللي، وكمان تقدر تحط شريحتين اتصال وميموري كارت زياده. ونسيبنا بقى وتعالى نتكلم عن الكاميرات. انت عندك هنا المفروض كاميرتين، ولكن هي كاميرا اساسيه وحيده والثانيه كاميرا مساعده للاساسيه، وهي كاميرا بتيجي ب 50 ميجا بكسل. والكاميرا الصراحه هي افضل كاميرا موجوده في الفئه الاقتصاديه. مش هقول على فيها عيوب، لان انا ما ينفعش انا اجي اقول لك على كاميرا في الفئه الاقتصاديه فيها عيوب. الكاميرا بتطلع الوان، بتطلع الوان ممتازه، بتطلع دقه ممتازه، سواء في الاضاءه العاليه او الاضاءه الخافته شويه، يعني اللي هي بتبقى اخر النهار اول ما يكون الشمس خلاص بتقفل. يعني الشمس طالما لسه موجوده بتطلع الوان ممتازه، لكن غير كده طبعا هيبقى محتاجه منك اديت. فهي بتطلع الوان، هي الافضل لغايه دلوقتي في الفئه الاقتصاديه، لغايه ما اشوف موبايل تاني احلى منه. لغايه دلوقتي هو الافضل لغايه دلوقتي. 50 ميجا بكسل ممتازه جدا وبتطلع الوان كويسه، مع كمان فلاش LED عشان لو الاضاءه بتاعتك قليله تقدر ان انت تزود بالفلاش ده، لان هو فلاش قوي فعلا. والكاميرا السيلفي هي بتيجي ب 8 ميجا بكسل، بتطلع الوان كويسه، ولكن هيبقى محتاجه منك حبه اديت علشان تظبط السكين تون بتاعك. وبتصور فيديوهات، المفروض بتصور فيديوهات 1080 او 720، مش متحدد بالظبط كام، ولكن برضو التصوير بتاع الفيديوهات كويس جدا ومقبول. ده غير كمان اللي انا اصلا الحلو اللي موجود هنا ان المعالج قادر ان هو بيعمل معالجه للالوان ممتازه الصراحه. يعني دي اللي ابهرتني، الالوان اللي موجوده هنا في الموبايل المعالجه بتاعته كويس. تعالى بقى نتكلم برضو عن الحاجه الثانيه، البطاريه اللي موجوده في الموبايل. البطاريه دي هتخليك تقعد معاك اليوم ونص مستريح، او اليوم لو انت باستخدامك استخدام شاق، وهي ال 5000 ملي امبير مع 45 واط اللي احنا قلنا عليها. في الموبايل اصلا مش هياخد وقت معاك في الشحن. وعندك زرار البصمه هنا هو مدمج مع زرار الباور، وهو سريع جدا جدا وما بيغلطش، ودي حاجه كويسه جدا. والانيميشن بتاعه الصراحه لذيذ، والانيميشن بتاعه كمان ما بياخدش وقت. الانيميشن بتاعه بسيط قوي، ما بياخدش غير نص ثانيه تقريبا. يعني وانت بتدوس بتحس بانيميشن وما بياخدش وقت معاك خالص، فلذيذه الصراحه الحته دي. ممكن الموبايل 8 مللي ووزنه 187 جرام، يعني يعتبر هو مش تقيل. سماعات الهاتف هي هنا مونو مش ستيريو. والموبايل الحاجه الجميله فيه انه بيدعم خاصيه NFC، دي حاجه كويسه جدا. الموبايل سعر لغايه دلوقتي 7300 جنيه، وممكن يكون ارخص من كده كمان دلوقتي بعد رخص الموبايلات اللي بقت موجوده. الموبايل كاستخدام فئه اقتصاديه الموبايل ممتاز، ما اقدرش اقول عليه اكتر من كده. ما ينفعش ان انا اجي اقول لك ان هو الموبايل انا ممكن اقول لك استنى ممكن نلاقي فيه احسن، ولكن حاليا هو من افضل الموبايلات الموجوده في الفئه الاقتصاديه. وبس، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، استنوني فيديوهات تانية كتير. في امان الله.